لما حد يقلب عليك الترابيزة في ردين، الردين دول لو انت قلتهم هيخلوا الشخص اللي قدامك كده كده ومن غير اي نقاش هو اللي غلطان. ايه هما بقى الردين دول؟ لما حد يقلب عليك الترابيزة ويجيب الغلط عليك في حاجة، اولا ما ينفعش خالص انك تدافع عن نفسك نهائيا في اي حاجة هو موجهها لك، ولا تبرر اي حاجة، لان هو كده هيكون نجح في ان هو يخليك انت الغلطان وانت اللي بقيت بتدافع عن نفسك مش هو، وهو ده اصلا غرضه. فما ينفعش ترد ولا تقوله انا ما عملتش ولا تقوله انا عملت. امال نعمل ايه؟ سيب الموضوع اللي هو بيتكلم فيه خالص وتجاهله تماما كأنه هوا، وابدأ وجه عليه هو الكلام مرة تانية وقوله كده بالظبط: انا عارف ان انت غلطان عشان انت عملت كذا كذا، فما ينفعش ان انت تعمل كده، لكن احنا ممكن نحل اللي انت عملته ده عن طريق ان احنا نحاول مع بعض ان احنا نعمل كذا كذا. فانت كده بالرد بتاعك لزقت فيه التهمة وعرفته ان كده كده من غير نقاش هو اللي غلطان، وان انت كمان مسامح وبتحاول تحل معاه غلطته الشنيعة. يعني انت تعديت مرحلة النقاش وبدأت ان انت تحل، وهو هيلاقي نفسه لسه بيقلب الترابيزة وبيشوف مين اللي غلطان. انت متأخر قوي، انا خلاص اثبتت عليك التهمة، انا كبرت خلاص. ولو بعد اللي انت قلته ده كمل في قلب الترابيزة وبدأ ان هو يجيب اللوم عليك تاني، تجاهله تماما وكمل في اللي انت بتقوله. قوله لازم تخلي بالك اكتر من كده، وكمل عادي ولا كأنه بيقول حاجة. ما تاخدش اي تهمة يجيبها عليك وترد عليها. الرد التاني بقى اسمه الصدمة، وده هنشرحه الفيديو اللي جاي.